السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم قوارير. وفي هذا الموضوع سنتحدث عن موضوع مهم جدا. الكثير من الأزواج يصلون إلى مشاكل عديدة تصل إلى الطلاق، يتزوجون يعيشون فترة من الحب والتفاهم ويكونون أسرة سعيدة، ومع الأسف لا تستمر هذه الأسرة فتكون هناك الكثير من المشاكل نهايتها الطلاق. لماذا؟ أسبابها وكيف نجعل المشكلة هذه تحل من البداية حتى لا نصل إلى الطلاق، وإذ وصلنا إلى الطلاق كيف نتعامل معه؟ الكثير من الأسئلة سوف نجيب عنها في هذه الحلقة مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية وتربوية ولايف كوتش في الحياة. ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في برنامجكم قوارير. وفي هذه الحلقة كنا قد أخبرناكم أن موضوعنا سيتحدث عن الطلاق مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية وتربوية ولايف كوتش في الحياة. فمرحبا بك أستاذة خديجة بيننا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياكم الله. مرحبا بك أستاذة خديجة. في البداية هل نستطيع أن نسمي أن الطلاق صارت ظاهرة لأنه انتشرت مؤخرا بكثرة في مجتمعاتنا، وما هو مفهومه؟ عرفينا عنه أكثر، يعني الطلاق في البداية. طيب، في البداية الطلاق مع الأسف الشديد في الواقع الحالي الآن أصبحت ظاهرة منتشرة بكثرة. وعندما نقول أنها منتشرة هي منتشرة في جميع الجنسيات أو الناس تقريبا بصفة عامة. طبعا الطلاق مع الأسف الشديد أصبح يعني له أوجه كثيرة. الطلاق الذي نعرفه كان طلاق الرجل والمرأة، فتخرج المرأة من المنزل أو تبقى فيه مع أطفالها إذا كانت حاضنة، ويغادر الرجل وتبقى الأمور كما هي. أما في الواقع الحالي فقد أخذ الطلاق بعدا آخر أو شكلا آخر، فأصبح هناك الطلاق العاطفي والطلاق النفسي والطلاق الذي نعرفه والكثير من المسميات، لكنها أصبحت تحت مسمى الطلاق أيضا. فلم يعد الطلاق كما نعرفه نحن أن يطلق الرجل المرأة ثم ينفصلان ثم يبدأ كل واحد منهما علاقة جديدة أو يستمر في حياته مع أبنائهم، إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج. أصبح هناك الطلاق داخل بيت الزوجية، الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. مع الأسف. ولكن نريد أن نفهم أكثر موضوع الطلاق، أو كيف يبدأ إلى أن نصل إلى مرحلة الطلاق. ما هي الخطوات أو المراحل التي يمر بها الفرد إلى أن يصل إلى هذه المرحلة؟ طيب، نحن عندما نتحدث عن الطلاق يجب أن نتحدث أول شيء عن كيف كانت طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. يعني لماذا وصل الرجل والمرأة إلى آخر الرحلة أو إلى نقطة الطلاق؟ عادة هناك أمور أو مراحل يمر بها الزوجان حتى يمرا بالطلاق، أو أسباب حتى يمرا بالنقطة النهائية التي هي الطلاق. يعني هناك مقدمات للطلاق، منها عدم الانسجام أو التكافؤ أو عدم التفاهم، القدرة على التفاهم مع بعضهما البعض. عندما نقول عدم القدرة على التفاهم نحن نقصد حرفيا أنهما لا يستطيعان أن ينسجما مع بعضهما البعض، وهذا الأمر يظهر في بدايات الزواج ثم يستمر. في بداية الزواج من أول مراحل الزواج، عندما لا يتم التخطيط والدخول في مسألة الزواج بطريقة صحيحة وبطريقة متوازنة وبالطريقة التي نعرفها نحن بصفتنا مسلمين، نبدأ نعاني هنا من إشكالات ومشاكل كثيرة. عدم الانسجام يعني يكون الرجل والمرأة من ثقافتين مختلفتين، من بيئتين مختلفتين، عمر كبير، غير متكافئين فكريا أو ثقافيا أو صحيا. ربما أحدهما يكون متعلما والآخر جاهل، ربما أحدهما يكون كبيرا في العمر والآخر صغيرا في العمر، فكلا العمرين لهما احتياجات خاصة بهما. ربما يعاني الطرفين من تدخلات الأهل. تدخلات الأهل عندما تحدث هي تحدث بشرط واحد، أن أحد الطرفين سمح للعائلة أو الأهل بالتدخل. أصبحت إذن أسرار هذا البيت أو مشاكل هذا البيت هي مشاع عند الجميع، لم يتخذ خطوات لحلها. أو أن الرجل أصبح عنده اهتمامات أخرى في الحياة غير الزواج. الرجل بطبيعته يشعر بالاستقرار بوجود عائلة، فلا يلتفت للحاجات النفسية التي تحتاجها المرأة في هذا الزواج.
وهو لا يفعل ذلك متعمدا، وبعض الرجال يفعلون متعمدين أنهم يشغلوا أنفسهم، لكنه بطبيعة حال الرجل أنه مشغول خارج المنزل. هنا يبدأ مرحلة الطلاق النفسي بين الرجل والمرأة، أنهما لا يتحدثان، لا يتحاوران، لا يتشاركان أي شيء، فيبدأ الصمت يخيم على هذه العلاقة تدريجيا. بعد أن يبدأ الصمت يخيم على هذه العلاقة، يبدأ الزوجان ينسحبان من بعضهما البعض ويكونان دائرة جديدة من العلاقات التي لا تشمل طرف الآخر أن يكون موجودا فيها. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة أخرى من الانسحاب من هذا الزواج بالتدريج إلى أن يصلوا إلى طريق مسدود فيقرروا أنه يصلوا. لكن في الحقيقة الإشكالية ليست في الطلاق نفسه، الإشكالية هي كيف يتم هذا الطلاق، أو ما هي الإجراءات التي يمر بها أو المعالجات التي يمر بها حتى نصل إلى الطلاق الذي لا نحبه. وإلا فالطلاق أمر الله، أو أنه مثل الزواج فهو مباح، لذلك ليس شرا، وليس الزواج دائما هو خير. ربما يكون هذا الطلاق خير لهذه العائلة أفضل من بقائها في مؤسسة الزواج نفسها يعني. فهي هنا محكومة بالطرفين وما يحملانه وما الأهداف التي يسعيان لتحقيقها، ولماذا يريدان أن يستمرا في هذه العلاقة الزوجية بالرغم وجود المشكلات، وهل بالفعل يرغبان في إصلاح الأمور، وهل هما جادان كلاهما للعمل على إصلاح هذا الزواج، أم أن أحدهما مهتم وجاد والآخر لا يعبأ ولا يهم شيء في هذه العلاقة. وكيف هذه هي نحاول باختصار مسألة الزواج الطلاق التي نتحدث عنها الآن. وكيف نحاول أن نصلح هذه المؤسسة قبل أن نذهب ونصل إلى الطلاق؟ كيف نحاول نتجنب مرحلة الطلاق إذا حاولنا أن يكون هناك تفاهم وغيرها؟ ما هي الخطوات علينا اتباعها؟ في البداية يجب أن يكون الزوجان كلاهما راغبا على إصلاح هذه العلاقة. إذا لم يكن لديهما الرغبة لإصلاح هذه العلاقة ولم يكونا جادين في هذا الأمر، سوف تبوء كل المحاولات بالفشل. الزوجان يجب أن يرغبا بذلك. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معنى أن الزوجان يرغبان في ذلك معناه أنهما مستعدان الآن أن يبدأ رحلة التغيير في أشياء أساسية أو جوهرية في هذه العلاقة للخروج بها من مضمار الطلاق والعودة بها إلى مضمار الزواج الناجح أو الزواج المثالي. لكن في حال أن أحد الزوجين يرغب والثاني يرفض، هنا معناها سوف تطول مرحلة العلاج، ربما تنجح وربما لن تنجح، وفي الغالب هي لن تنجح. لماذا؟ لأنه الطرف الذي لن يخوض مرحلة التغيير لإنجاح هذا الزواج سوف يعمل على إيجاد العراقيل والمشاكل فقط، لأنه ينظر إلى النصف الفارغ من الكأس، يعني لن ينظر إلى الحلول ومحاولة إيجادها أو التعامل معها، دائما سوف ينظر إلى المشاكل والعقد، فسوف يصبح الطرف الآخر الراغب في الحل مجهدا من إيجاد الحلول دائما وأبدا، فبالتالي لن ينفع هذا الأمر. لذلك في البداية يجب أن يرغب الزوجان بإصلاح هذا الأمر وإدراك أن هناك مشكلة، الاعتراف بوجود مشكلة وأن نحن نرغب في إيجاد حل لها أول خطوة من خطوات عدم الذهاب في خطوات اللائق. ثم بعد ذلك رؤية ومناقشة المشاكل الموجودة، إما كلاهما لوحدهما أو بوجود أطراف عقلاء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حدد لنا معينة قبل الوصول لمرحلة الطلاق وأعطانا طريقة معينة. عندما قال الله يعني حكما من أهله حكما من أهلها، معناها أن يحتكموا أو يدخلوا في هذه المشاكل من يثقون بدينه وعلمه وعقله، ربما من أهلها وأهله إذا كان صعبا، أو أهله فقط إذا كان عادلا، أو أهلها فقط، لكي ينظر للأمر من طرف خارجي خارج دائرة المشاكل حتى يعطيهم الحلول ولا يكون قاضيا. لأن وجود قاضي الآن في المنتصف سواء كان من أهلها أو من أهله يعقد أكثر، إنما نحتاج إلى طرف خارجي ينظر للمشكلة بعين العقل والحكمة ويفكر في الحلول، وليس في اتهام هذا الطرف أنك مقصر وأنك أنت عليك الحق وأنك يجب أن تقوم وأنك. ثم بعد ذلك إذا عجزوا في إيجاد هذا الطرف أن يدخلوا أهل الحل والعقد أو أهل العلم والفهم في هذه الجوانب لرؤية هذه النوع من المشاكل ومحاولة إعطاء الحلول الممكنة. تأتي بعد ذلك آخر خطوة، الخطوة الحقيقية هي في التطبيق.
إذا طبق الزوجان ما قد يمر عليهما من توجيهات وإرشادات، يجب أن يكونا جازمين وعازمين وصادقين في التطبيق الحلول لإنجاح هذا الزواج. أما أن يتلاعب أحدهما على الآخر أو يتلاعب على موضوع المشكلة، فهذا يعقد أساساً مسألة الطلاق برمتها، وليس الطلاق نفسه. يتعقد الموضوع حتى يصبح أن الطلاق عملية صعبة جدا، لأنه يفكر كل طرف كيف ينكل بالآخر قبل أن يطلقه وقبل أن يجعله حرا من هذا الزواج. هذه هي الإشكالية. لذلك نرجع أنهم يكونوا راغبين وأن يعقد العزم على ذلك، ثم يعترفا بوجود مشكلة وأنهما جادين في إيجاد حل لها. ولنفترض أنه هناك فتاة وشاب متزوجين قاموا بكل المراحل التي أخبرتني بها الآن، ولكن الطريق مسدودة، لا حل إلا الطلاق. ما هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله في هذه الحالة؟ يجب أن نفهم أن الطلاق أول شيء هو طلاق شخصين، كما نحن نقول أن الزواج هو زواج شخصين وزواج عائلات. عندما ينفصل شخصان يجب أن يدرك هذا الرجل وهذه المرأة أنهما هما فقط من سوف ينفصل، لأنه ربما يكونان أقارب وأرحام، فبالطلاق هذا يمكن أن تنقسم العائلات الآن. لذلك يجب أن يدرك حجم الضرر الذي سوف يخوضان فيه أو يتسبب فيه في هذه العائلة. فأول خطوات الطلاق أن يتطلقا بالطريقة الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ينفصل الرجل عن المرأة ثم يقدر لها ما هو متفق عليه في عقد الزواج. إذا كان هناك أبناء بطبيعة الحال يجب أن لا يدخل الأبناء في هذه الإشكالية. يجب أن ينفصل الرجل عن المرأة، ولا تنفصل المرأة عن أبنائها ولا الرجل عن أبنائه، فقط الاثنان. يعني علاقتهما هما كرجل وامرأة لهم حقوق واجبات تنقطع، لكن هناك أبناء يجب أن تحفظ حقوقهما ويجب أن يراعى حالتهما النفسية حتى ينشأ أسوياء. لذلك لا تهدد المرأة بأخذ أبنائها ولا يمنع الرجل من رؤية أبنائه. فبالطريقة الشرعية إذا كانت الأم حاضنة يجب أن تحضن هي، إذا لم ترد أن ذلك أن يتولى والدتها، الأمر ينتقل تلقائيا يعني إلى أمها، ثم إذا لم توجد أمها إلى أهل الرجل أو أمه ومن يثق به. طبعا هذا النظام في الطلاق هو لحفظ هذه الأسرة حتى وهي منفصلة. لذلك موضوع الطلاق هو موضوع سهل، لكنه نفسيا هو صعب، الدخول فيه نفسيا صعب. لذلك حتى قبل أن نقول أنه ما هي الإجراءات التي يجب أن أو الأمور التي يجب اتخاذها في مسألة الطلاق، نحن نقول أن يبتعد الرجل والمرأة فترة من الزمن عن بعضهما البعض، يجرب الحياة عن بعد. يعيش الرجل في مكان ما بعيدا عن أولاده وزوجته فترة ما، ونفس الشيء المرأة، حتى يجرب المرحلة كيف ستكون. ثم إذا قرر ذلك يبدأ في دخول إجراءات رسمية جدا في أنهم يخرجوا من هذا الزواج وهذه العلاقة بهدوء بدون أي مشاكل، بكل واحد له حقوق وواجبات. هذه الحديث الشيخ الذي بيننا سوف نعرف أكثر كيف شرع الله الطلاق، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل وفي موضوع حلقتنا من برنامج قوارير اليوم، ألا وهو الطلاق، مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية وتربوية ولايف كوتش في الحياة. قبل الفاصل كنا نتحدث عن أحكام الشرعية التي شرعها الله للطلاق، ومع الأسف قاطعنا الأستاذة خديجة، فلتواصلي أستاذة خديجة في حديثك الشيق عن أحكام الشرعية التي شرعها الله في الطلاق. طيب، قلنا أنه إذا وقع الطلاق معناها أن يسير الزوجان فيه كما هو متفق عليه. إذا كانت الأم حاضنة، إذا كان هناك مؤخر صداق مثلا يجب أن يؤديه الرجل، ثم بعد ذلك تأتي النفقة على المرأة أو على الرجل أو على الأبناء بصفة عامة. طبعا عندما يقع الطلاق، الخطأ الكبير الذي ترتكبه الكثير من النساء هو الخروج من منازلهن أو من بيوتهن، وهذا حقيقة من أكبر الأخطاء الشائعة، لأن المرأة يجب حتى إذا وقع عليها الطلاق ألا تخرج من بيتها.
أن تبقى فيه. لماذا؟ لأن الطلاق أساسا يعني لن يكون طلاقا نهائيا، إنما هو طلقة واحدة وربما يعودان، فبقاء المرأة في البيت هو أدعى أن يعود الرجل للمرأة والإصلاح بينهما، لأنهما قد ذاقا الآن مرارة الفراق، فهي يجب عليها أن تبقى بيتها وتعيش حياتها بشكل طبيعي جدا، ثم بعد ذلك يمكن أن تعود يعني في هذا الزواج. لكن إذا تم الطلاق، كان يعني مثلا طلقها أول مرة ثم بقيت في بيتها ثم أعادها ثم طلقنيها ثم بقيت في بيتها ثم أعادها وطلقها الثالثة، الآن أصبحت محرمة عليهم حرمة التأبيد، يعني يجب أن تعود الآن إلى بيت أهلها وتترك البيت. هنا ننصح نحن دائما عند وقوع الطلاق، وخاصة إذا كان من أول مرة، ألا تغادر المرأة بيتها، لأن هذا حقي أساسا يعني، وليس يعني اجتهاد فقط يعني، إنما هو حرعي ألا تخرج وتغادر، والرجل مكلف شرعا أن ينفق عليها طالما هي في فترة العدة، ولا يجحدها أي شيء لها، وأن تأخذ ما تأخذه من هذا البيت إكراما لها. الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان معناها تسرير من المودة، تذكر ما كان في فضل هذا الزواج، ما كان من معروف بينهما، تذكر كل حسنات هذا الشخص عند مفارقته، ولا يجوز أن نفارق أو تفارق الرجل، يفارق الرجل المرأة أو تفارق المرأة الرجل كأنهما يفارق كل واحد منهما عدوه. هذه هي الإشكالية في الطلاق، وإلا الطلاق ليس به بأس على الإطلاق، وليس فيه مشكلة على الإطلاق. إذن هنا يجب أن يعرف كلا الزوجان قبل أن يخوضا في هذا الأمر، أن يدرسا ويفهما أحكام الطلاق المترتبة على الرجل وأحكام المرأة في مسألة الطلاق، وأن يدركا ويعيا أن طلاقهما هما الاثنان فقط، حقوق وواجبات كل واحد للآخر لا تؤدى فقط. من هذا الباب يجب أن يدركا، وليس أن يتطلقا وتحدث حرب وقطيعة في العائلة ومشاكل كثيرة جدا ومعقدة العائلات. صحيح، ولكن أستاذة خديجة مع الأسف الشديد الواقع في مجتمعاتنا يقول أن للنظرة المطلقة لها نظرة دونية ولها نظرة سيئة جدا في المجتمع. ما سبب هذه النظرة المنتشرة؟ في الحقيقة جهل الناس بمسألة الطلاق نفسها هي التي تجعل المرأة مع الأسف الشديد تحت تأثير هذه النظرة. لكن عندما ندرك نحن أن الزواج والطلاق هو كله خير من عند الله سبحانه وتعالى، معناها سوف نتوقف نحن عن إطلاق الأحكام، بداية بالمطلقة. خلاص هي تؤمن أن هي في أمر صعب، وأن هي في مشكلة، وأن الطلاق هذا كارثة وقع عليها، فبالتالي عند إيمانها هي بهذا الأمر ينعكس المجتمع أيضا. لذلك هو ليس في كل المجتمعات هذا الأمر ليس بهذه درجة من السوء. يعني عندما تكون المرأة عندها وعي كافي جدا سوف تدرك أن الطلاق هو مرحلة جديدة في الحياة فقط. لكن طبعا نحن مأخوذون بالجهل وبالعادات وبالتقاليد وبالمفاهيم الخاطئة، لذلك كثير من البيوت هناك فيها حالات طلاق نفسي وطلاق عاطفي. كثير من النساء داخل هذه البيوت تصمت فقط حتى لا يقال عنها مطلقة، لكن كلمة أن لا يقال عنها مطلقة تؤدي بها إلى الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من عدم حقوق وأداء الواجبات اللازمة لقيام هذا الزوج، فبالتالي ينشأ عندنا أبناء عندهم عقد نفسية ومشاكل وعقبات كثيرة. ذلك هذا من جهل المجتمعات. لكن الآن أعتقد الموضوع أصبح بسبب شيوع مسألة، أصبح موضوع الطلاق يعني أو أساس تجاهه ليس يعني صعبا كما كان في السابق. أعتقد هكذا يعني، لأنه أصبح موضوع بسيط جدا، والمرأة أصبحت تنظر أمر جيد، يعني أن لا أبقى في علاقة سامة وأن أخرج منها مطلقة أفضل من أن أبقى فيها وأن أحرم نفسي الصحة والعافية وأن أحرم أولادي الهدوء والهناء والسعادة في هذا الزواج. ذلك هي مسألة نسبية الآن، كانت في السابق سيئة لكن الآن أصبحت عادية جدا. متى أعرف أنني بحاجة إلى الطلاق؟ هذا سؤال صعب جدا يعني، لأنه مع الأسف الشديد مع الثقافة الجديدة الواردة علينا، الجهل الموجود، أصبحت مجرد مشكلة صغيرة وعدم تفاهم بين الزوجين نسمع كلمة أطلقك أو سوف أطلق. لذلك أعتقد أن الموضوع هذا متى أعرف أنني أحتاج أنني أتطلق عندما يكون عندي معايير في هذا الزواج. في هذا الزواج عندما تكون عندي معايير خاصة لم تتحقق، أو في هذا الزوج في علاقة
هناك معايير لم تتحقق لي أنا كشخص أحتاج أنني تتواجد عندي أو أنني أحتاجها لإنجاح هذا الزواج، يجب أن أعرف الآن أنني يجب أن لمرحلة أخرى. مثلا هناك معايير مثل الصدق والأمانة. إذا تعرضت المرأة إلى الخيانة سواء خيانة الرجل مع امرأة أخرى، يعني خيانة الزوج مع امرأة أخرى يخون زوجته، هذا المعيار إذا كان كبيرا ومهما ومقدسا عند المرأة معناها هي غير قادرة أن تعيش تحت شعور وجود خيانة في حياتها الزوجية. الآن هي مستعدة أن تخرج من هذا الزواج. بعض النساء تتساهل في هذا الأمر ولا تلقي له بالا. ربما عندما تكتشف المرأة أنها تعيش مع رجل بخيليا وعاطفيا وماديا لا تستطيع أن تعيش في هذا الزواج لأنه يؤدي بها إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وعلى العموم بصفة عامة، متى تشعر المرأة ويجب أن تدرك أنها الآن تحتاج أن تفكر في مسألة الطلاق؟ في رأيي الشخصي عندما تدرك أنها بوجودها في هذا الزواج لن تحقق الغاية التي من أجلها قام هذا الزواج كما أمر الله سبحانه وتعالى، أي لن تكون باستطاعتها أن تؤدي الحقوق والواجبات التي عليها في هذا الزواج وأن تحاول أن تنجحه. يعني سوف تقترب من المنطقة التي حرمها الله سبحانه وتعالى في عصيان الزوج، في عدم طاعته، في عدم القيام بواجباته وحقوقه. هنا يجب أن تفكر جديا في مسألة اتصال. لماذا؟ حتى تنقذ نفسها مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وليس من أجل هذا الرجل أو هذا أو هذا أو هذا، لأن الزواج يحتاج لكثير من الصبر، وهذا الصبر لن يتأتى إلا بفهمنا كمسلمات ما هي الحدود والضوابط التي يجب أن نسير عليها في هذا الزواج. إذا أصبحت هذه الحدود مفهومة وأصبحت أنها بدل أن يكون هذا الزواج يقويني ويقوي علاقتي بالله ويساعدني على إنشاء أسرة صالحة، أصبح هو عبء علي. يجب أن أفكر أنني أخرج من هذا الزواج، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا. حتى أنه يعني لخيرية الطلاق سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة الطلاق، وفي سورة الطلاق يتم التحدث فيها عن الخير الكثير وعن من يتقي الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والكثير من الخير الذي يكون في باطن هذا الطلاق وليس في ظاهره. في هذه الحالة فقط أنا في رأيي الشخصي يجب أن تفكر المرأة في مسألة الطلاق. أما بقية الأمور فيمكن معالجتها وتداركها وعايش معها بالصبر أو بالاحتيال عليها على الأقل، يعني إذا كان الأساس صحيح وسليم في هذا الزواج. ومتى يمكن أن نقول أن طلاق هو ناجح؟ طلاق ناجح الذي يكون الطرفان مستعدان فيه أن ينفصلا بهدوء، وأن يبقيا أب مرب وأم مربية، وأن يراعي الله سبحانه وتعالى في هذا الطلاق، يؤدي كل ما يلزم وكل الحقوق المترتبة على هذا الطلاق، سواء كان المرأة للرجل للمرأة، أن يكون طلاقهما كما أمر الله سبحانه وتعالى. دائما نحن نقول الكثير من البيوت تبدأ حياتها بالزواج على سنة الله ورسوله، لكن عندما لا تعيش على سنة الله ورسوله يصبح الطلاق ليس على سنة الله ورسوله. فيجب أن يكون إذن الطلاق كما هو الله يرضاه وكما شرعه وأمر به. هنا يكون الطلاق طلاق مثالي. وأيضا يجب أن يضع الزوجان في ذهنهما أن طلاقهما، نكرر مرة أخرى، طلاقهما هو طلاق للزوج مع زوجته فقط، ليس طلاق للعائلات ولا للأبناء ولا للمصالح ولا أي شيء. كثير من الرجال والنساء عندما يتطلقوا طلاقا ناجحا يبقوا أصدقاء ويتابعوا أمور أبنائهم ويربوهم ويديروا كل شيء كل مع الآخر بطريقة ما، ويحفظان الاحترام ما بينهما من أجل أبنائهما، من أجل الأيام الجميلة والذكريات الحسنة والعشرة الحسنة التي كانت بينهما. هذا ما نرجوه دائما نحن في مسألة الطلاق التي تحولت الآن إلى ساحة معركة، ومن ينكل بالثاني بشكل أفضل فهو الأقوى والأفضل والأصلح، ويجب أن تسير الأمور بهذا الشكل، ويعني معقد مع الأسف. كيف نستطيع أن نتجاوز مرحلة الطلاق؟ هناك الكثير من الفتيات التي تتأزم نفسيتها جدا، ممكن تصل إلى مرحلة الاكتئاب وما أكثر، فكيف يتم تجاوز هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن في الحالة النفسية مثلا؟ طيب، بالنسبة للنساء والرجال طريقة التكيف مع مسألة بعد الطلاق مختلفة تماما. يعني
بسبب أن الرجل له وضع نفسي معين أو حاجات نفسية معينة تأثرت، وهناك المرأة. بالنسبة للنساء طبيعة الحال المرور بمرحلة الاكتئاب طبيعي في أي حالة وليس في الطلاق فقط، يعني لأنه مرحلة جديدة، هناك انسلاخ، هناك خروج من علاقة كامل، علاقة عاطفية وجسدية ونفسية وذهنية ومادية. فأفضل طريقة للخروج من مسألة الطلاق أو أثار أو تبعات الطلاق أول شيء أن نعترف ولا ننكر الحالة النفسية التي نمر بها، أن نعيش الحزن نفسه أو الاكتئاب، خلينا يعني دعونا نقول الخفيف كاملا، يعني دون تجاهله، دون محاولة أنني سوف أكون قوية. ليس هكذا الأمور. عندما يمرض الإنسان يعطي للمرض فرصة حتى يغادره بنفسه، لكن الإنسان المريض عندما يقاوم المرض الجسم لا يستطيع أن يتعامل مع الأمر بهذا الشكل، وكذلك النفسية. لذلك مسموح للمرأة أن تعيش الحزن وأن تتحدث فيه مع أحد تثق به بما تشعر به، وألا تخجل من الحديث النفسي عما تشعره، لأنه سوف تشعر بعد الطلاق أنها قد تسرعت، قد تعجلت، وربما هكذا وربما هكذا، ولا ليتني فعلت كذا، ولا ليتني قمت بهذا الشيء. هذا الأمر طبيعي جدا يمر به الإنسان. لذلك عندما تمر به المرأة يفضل أن تتحدث مع من تثق بها أو تثق بعقلها، مع شخص قريب، صديقة مقربة أو أخصائية نفسية أو أخصائية أسرية أو مع والدتها أو مع من تحب أن تتحدث معه، لأن هذا الحديث جزء من العلاج. ثم بعد ذلك عندما تتحدث سوف يصبح داخلها فارغا تماما من كل تبعات هذا الكلام. الآن سوف تدرك الآن الواقع الجديد الذي ويجب أن تكون مستعدة لبدء مرحلة جديدة. فإبقاء المرأة نفسها مشغولة في أمر تحبه ومتابعة حياتها والقفز فوق هذه المرحلة أنها مرحلة يجب أن تقفز فوقها سوف يساعدها كثيرا. قد يطول الأمر في بعض النساء، وقد يكون الموضوع بسيط جدا عند بعض النساء تبعا لطبيعة العلاقة التي كانت بين الرجل والمرأة. فإذا كانت المرأة عندها نفور من هذا الرجل من هذا الزواج سوف تخرج من مسألة الطلاق هذه بسرعة وتتعافى وتبدأ حياتها بشكل سريع. لكن أهم نصيحة نحب أن نوجهها هنا للنساء وللرجال أنه قبل 6 أشهر أن لا يدخلوا في علاقة زوجية جديدة أو علاقة جديدة، لا يكونوا علاقة، لأن أي علاقة تتكون خلال بعد الطلاق هي عبارة عن ردة فعل نفسية فقط وليست صحيحة، إنما هي تحت تأثير نفسي قوي جدا. فهنا دائما لماذا نقول 6 أشهر؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال يحتاج تقريبا 6 أشهر حتى يتعافى نفسيا. بعد 6 أشهر سوف يكون عنده وضوح رؤية، والدخول في علاقة جديدة سوف يكون الآن عند المرأة تصور عن شكل العلاقة الجديدة وعن مميزات أو مواصفات من تريد أن ترتبط به، وسوف تكون مدركة للأخطاء التي حدثت في الزواج السابق لتفاديها. وأيضا الرجل نقول 6 أشهر لأن الرجال تقريبا أو أغلب الرجال لا يعبروا عن حالات النفسية السيئة التي تعقب. ممكن نحن النساء نظن أن الرجل عندما يطلق أنه لا يمر بمرحلة الاكتئاب أو الغضب أو الحزن أو الزعل، ليس هكذا، إنما يعني لأنه هو بشر يمر به، لكن طريقة تعبيره عن هذه الأمر تختلف تماما عن طريقة تعبير المرأة عنه. فالرجل عندما علاقة زوجية مباشرة بعد الطلاق في الغالب هو يطلق مرة أخرى، لأنه كان ردة فعل فقط حتى يثبت لنفسه أنه أيضا ما زال مرغوبا وأن الحياة سوف تستمر وأنه لن تنتهي الحياة. لذلك يجب أن يتوقف كلا الرجل ويبدأ بدراسة واقعهم الجديد والعيش مع المرحلة الجديدة بعقل وتعقل وهدوء. شكرا لك أستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية لايف كوتش في الحياة، على تلبيتك دعوتنا لهذا اليوم في حلقتنا من برنامج قوارير، وكان موضوعنا عن الطلاق. إن شاء الله نلتقيكم وإياكم في حلقات قادمة. مشاهدينا الكرام دمتم بخير والسلام عليكم.